بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفونا فيه. النهارده باذن الله احنا هنعمل معاكم حاجه حلوه. هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه الروان. صينيه الروان هنعملها مع بعض. المقادير بتاعتها عباره عن ايه؟ اول حاجه نخش في المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتها بنعمل الشربات. اول حاجه دي كوبايتين، اول حاجه كوبايتين 2 سكر من الكوبايه المعياريه بتاع العصير دي. عليهم عايزه تحط كوبايه ونص ميه ماشي، عايزه تسيبيه يغلي شويه وتحط كوبايتين ماشي. وعليهم نص ليمونه عاير كمان. دول كوبايتين ميه، هحط عليهم كمان كوبايه بيت سكر، هحط عاير كوبايه من دي برضو، واحط نص ليمونه، واحطهم يغلوا 7 دقايق على النار او 10 دقايق. وبعدين قبل ما اطفي اروح حاطه ايه؟ مربع الفانيليا دي، يخلي الشربات ريحته جميله وحلو. دي اولا بالنسبه للشربات. يعني احنا دلوقتي عايرنا كوبايتين ميه، كوبايتين سكر، نص ليمونه منزوع منها البذر، وقبل ما اطفي اسيبه يغلي 7 دقايق حسب الميه، تحط كوبايتين او كوبايه ونص. وبعدين قبل ما اطفي احط الفانيليا. ده بالنسبه للشربات. هعلق عليه بقى وارجع لكم. كده يا حبايب قلب الشربات بعد ما غلي 7 دقايق انا بسيبوش يغلي كتير. ليه؟ لان انا مش عايزاه يعقد ولا يبقى شربات تقيل. هو شربات خفيف عادي، بس انا بسيبه ايه 7 دقايق كده يغلي. دلوقتي انا هطفي واحط الفانيليا واسيبه يبرد عشان اعمل الكيكه. عشان لما الكيكه تطلع من الفرن سخنه الشربات لازم يكون بارد. ماشي يا حبايبي؟ يبقى احنا ندخل على مقادير الكيكه. الشربات عملناه وسايبينه يبرد. المقادير بتاعتنا ايه؟ اول حاجه 4 بيضات. تاني حاجه كوبايه دقيق عادي، دقيق ابيض. ودي كوبايه دقيق السميد يا جماعه. والكوبايه اللي هنعاير بها الدقيق السميد هي اللي هنعاير بها الدقيق العادي. ماشي؟ يبقى كوبايه وكوبايه، واربع بيضات، وكيس كيك شيف، وشويه جوز الهند، ناعمه خشنه اللي انت تحبيه، ومكعب فانيليا عشان زفرت البيض، وبرده معانا بشر برتقال عشان زفرت البيض، ومعايا ده لبن رايب او زبادي ايا كان، ونص كوبايه زيت ونص كوبايه سكر. ما مكترش السكر ليه؟ علشان احنا اصلا معانا شربات، فاحنا عشان كده حاطين نسبه سكر بسيطه نطعم بها الكيك بس من جوه. انما هي اصلا هتشرب شربات فهتسيح، فهتبقى ايه؟ هيبقى كده السكر معقول. انما انت لو كترت اكتر من نص هتبقى فزاعه قوي والسكر بتاعها عالي. نعمل حساب ان احنا عاملين شربات. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ ناقص معانا هجيب نص كوبايه سكر ونص كوبايه زيت، ودي شويه جوز الهند اهو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب شفشة الخلاط، نحط فيه الفانيليا على البيض على بشر البرتقال على اللبن الرايب على السكر على الزيت، وهنضربهم ضرب، يعني نضربهم ضربا مبرحا، ضرب جامد. وبعدين هنجيب المقادير بقى نخلطها في بوله بره. انا كنت نسيت الكيك شيف اهو يا جماعه، جبت فضيته ووريته لكم عشان ايه محدش ياخد باله ان انا نسيته او حاجه. لا انا افتكرته ضفته اهو. وجبت الصينيه بقى اللي هصبه فيها كده بقى يا حبايبي. احنا ننزل بالخليط، ضربناه في الخلاط اهو كويس جدا اهو. ننزل بكوبايه دقيق السميد، ودول 3 معالق جوز الهند، ودي كوبايه دقيق عادي. نمزج بقى الحاجات دي كلها كده في قلب بعضها. نخلط بقى دقيق السميد على جوز الهند على الدقيق الابيض كده اهو. وبعد كده بنجيب صينيه بنبطنها بفرشه زيت، شويه دقيق، ونصب فيها الخليط، وبعدين نولع الفرن، نكون مولعينه مسبقا يعني. هو ده الخليط اهو يا جماعه. الصينيه دي جميله ودايما مرتبطه بالشتاء، لان الشتاء بحب المعجنات والحاجات دي. الصينيه يا جماعه هي الصينيه اللي حطيت فيها المعيار ده. وهولع الفرن بقى. عشان الفرن يسخن لازم الفرن تولعها قبلها ب10 دقايق عشان يسخن. وبعدين بنحطها بعد ما الفرن يسخن ونطلعها، يكون الشربات بارد، تكون هي سخنه والشربات بارد. ده بقى يا جماعه الصينيه الفرن بتاعنا سخن اهو. الصينيه هي هقفل بقى واسيبها 10 دقايق، ما افتحش الفرن. كده يا حبايب قلب الصينيه طلعت من الفرن اهي. الصينيه دي حبايبي خدت نص ساعه
انا كنت بقول لكم ما نفتحش عليها الفرن قبل 10 دقايق عشان ايه الارتفاع بتاعها، وهي ارتفاعها جميل كده. ايه بنسقي الشربات اهو، تشرب الشربات واحده واحده اهو، شايفين بتشرب اهي، وجميله وهشه وجميله. صينيه الرواني دي اما تجربيها هتحبها قوي لانها بتبقى مفروله وجميله. نعيد تاني المقادير تاني لحبايبنا اللي ما كانوش معانا من اول الفيديو. 4 بيضات، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 3/4 كوبايه حليب او زبادي، قشر برتقال عشان زفرت البيض، فانيليا، كوبايه دقيق ابيض، وكوبايه دقيق سميد، وكيس بودر او كيك شيف ايا كان. تخلط المقادير دي كلها مع بعضها في الخلاط الاول او لو بمضرب، وبعدين تحطها في بول او بلاستيكايه، وبعدين نضيف عليها ايه الجوز الهند والدقيق ودقيق السميد وبمضرب، وننزل في صينيه حلوه زي دي. الارتفاع بتاعها قبه الهشاشه جميله، وهي شربت الشربات بتاعها اهون. والشربات لازم يكون ساقع يا جماعه عشان فور خروجها من الفرن تسقي سخنه. الصينيه دي قعدت نص ساعه في الفرن، صينيه جميله. وتغيير بيبقى السميد في قلب الكيكه دي بيديلها طعم جميل جدا. جربيها. ويا ريت اللي يعجبه وصفه من وصفاتنا يدعي لنا دعوه حلوه بظهر الغيب. وحطوا لنا لايك جميل وكومنت حلو منكم، ما نتحرمش منكم ابدا ولا من دعمكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، كانت هي صينيه الرواني. اللي ما يعرفهاش او اللي اول مره يعملها حبايبنا هي، وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون خفاف ولطاف على قلبكم. ويا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. يوصلوا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.